لكن موضوع حرية العقيدة ده أيضا موجود يعتبر، مش كده ولا إيه؟ المادة 64. طبعا هذه نعم. ماده يعني جزء فيها النص الاولاني فيها افضل ما يكون، منقول مطلقة. من دستور 23. فاكره لما احنا اتكلمنا عن، احنا عرضنا في مقاله قبل كده وبعتناها لجنه ال50 ان احنا قلنا مقترحين 3 حاجات فيما يتعلق بهذه الماده. فاكرة. حريه العقيده قلنا اللي بعتته اقتراح منظمه التضامن القبطي، واقتراح الدكتور وائل ثابت غبريال، والاقتراح اللي انا قلته انا اللي احنا نرجع لماده 23 لدستور 23. اعتقد ان هم خدوا بدستور 23 اللي هي حريه الاعتقاد مطلقه. وحريه ممارسه الشعائر الدينيه. ممارسه الشعائر الدينيه واقامه دور العباده لاصحاب الاديان السماويه حق ينظمه القانون. هذا الجزء ده ضعيف. الجزء الاولاني، النص الاولاني غايه في الروعه. مطلقه يا استاذ مجدي، يعني معنى كده انه لو مسلم غير للمسيحيه، لان ده بيناقض ما يقال في انه كده المعتبر ان هو يطبق عليه حد الرده، هل سيسمح للمسلم اللي بيغير للديانه المسيحيه انه يحق له العيش المتكامل والامن، وانه يطلع بطاقته وما كنا يعانيه اي متنصر من قبل؟ نظريا نعم. المادة في الدستور واضحة وضوح الشمس لسببين. السبب الأولاني أن حد الردة ليس قطع الدلالة قطع الثبوت، ده مختلف عليه في الإسلام، وبالتالي وفقا لتفسير المحكمة الدستورية العليا لا يوجد حد للردة. نمرة 1. نمرة 2 أن حرية الاعتقاد مطلقة تفسيرها شديد الوضوح، أن حق الإنسان في اختيار دينه وفي تغيير دينه وفي ممارسة شعائره، وبالتالي هذا واضح جدا نظريا وفقا للمادة 64. حق الاعتقاد مطلق، وهي أقوى عبارة في موضوع الاعتقاد. مطلق يعني أقوى عبارة يمكن أن تقال في حرية الاعتقاد. هذا جزء رائع إذا طبق سوف يكون نقلة كبيرة في مصر. تمام.